ليكي يا قلبي. والقناة الثالثة كده دايما ممتعانا بأعمال جميلة وبرامج جميلة ويعني يا رب بقى السنة دي تبقى سنة حلوة إن شاء الله يا رب ان شاء الله. دعواتك يا هناء، بنتمنى كلنا إن شاء الله يا رب. ان شاء ان الله. شاء الله ربنا هيعمل كل حاجه عظيمه والله. إن شاء الله يا حبيبتي، وأنت منورانا ربنا وكلامك يخليكي. جميل وكل حاجة جميلة. ربنا يخليكي وسلمي على كل الاسره. الله يسلمك هي صاحبة يا صوت حبيبتي. مميز الحقيقة مدام هناء، حضرتك صاحبة صوت مميز وعملتي أكتر من عمل مع الفنانة نادية عزت. طبعا كانت طبعا. فنانة جميلة زميلتي حبيبتي. وبنستمتع بيها وأخت وصديقة وكل حاجة كانت ميرسي بصراحة قوي قوي يا يعني. حبيبه قلبي. والله أعتقد إن يا أنتوا مدام الاتنين نادية. النهاردة بتقدموا تهنئة لشخص عزيز عليكم. قوي قوي أنا قوي. عايزاكم تقولوا طبعا الاستاذ محمد صبحي عيد النجم ميلاده محمد النهارده صبحي. يا هناء، وانت طبعا قبليه عارفه مش كده؟ طبعا. زميله عمره. امال ايه؟ وعايزين نقول له كل سنه وانت طيب. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ يا لطفي. حماده، يا احلى حماده في الدنيا، يا اطيب والله. قلب. إن شاء الله، وربنا يا رب يديك الصحة يا رب، الله وتمتعنا يخليك يا أختي. بأعمالك الجميلة الممتعة الهدافة اللي دايما عندك رؤية كده بعيدة ويعني وكل حاجة يعني كل الأحداث واضحة في الأعمال بتاعتك. أنا عايزة أعرف مدام هناء، عايزة أعرف الثورة بالنسبة لك إحساسك بيها إيه في الفترة الحالية مدام هناء؟ والله أنا سعيدة جدا بالشباب وكل الحاجات اللي بتحصل ديت وبس بدعي بس يا رب، بس يعني إن شاء الله ربنا يتممها لنا على خير كده ونعيش في أمان وسلام وكل حاجة إن شاء الله تتحقق لكل اللي عايزينه، والشباب الحلوين الشباب دول اللي رفعوا راسنا لفوق يا هناء. طبعا طبعا، واحنا سعيده وان شاء الله. انا متوقعه السنه الجايه ان شاء الله هتبقى احسن إن شاء الله. إن شاء الله. وهنعيش عيشه احسن وفي سلام وفي امان يا رب. إن شاء يا الله إن شاء الله. وميرسي جدا وبحبك يا مدام ناديه ومنوره. يا روح قلبي والله، انت عارفه انت ايه بالنسبه لي. الله يخليك. ميرسي قوي سعداء قوي. سعداء بمشاركتك لينا مدام هناء، وأنا بنشكرك سعيدة جدا بيكم. نشكرك تصبحوا جدا. على خير. انت من تصبحي أهل على خير يا حبيبتي. عشرة قولي عمر للأستاذ في صبحي. الاستوديو اه وأعمال طبعاً. جميلة ومميزة، يوميات طبعاً. ونيس من الأعمال الحقيقة آه. اللي أثرت في جيل كامل يعني. هو الفنان محمد صبحي صاحب رؤية مميزة وصاحب احنا أسرة رؤية حلوة ثاقبة قوي. كمان. والله مره بقول له يعني هتجيلنا لقاء وكده، قال لي انتوا اسرتي يا ناديه. ازاي ما جيش؟ كانوا عاملين لنا لقاء في التلفزيون وكده. فهو من الناس العظيمه، صاحبه القيم والمثل والاخلاقيات العاليه، وحنيته بقى وعبقريته، ويدور على الجمله الجميله يقولها للناس الحلوين بتوعه، وبعدين واخدنا في حضنه كده. الله يكبر بخاطره، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، وان شاء الله اشوفك عجوز قوي كده، بس يا رب عايش لما اشوفك عجوز قوي كده. دعوتك هو بيحبها قوي 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 والله، وانا دايما ارقيه واطبطب عليه. وبعدين هو اصله انسان حلو قوي، وبعدين صادق. وبعدين صادق وصادق مع الناس ومع وبعدين نفسه كتير ناس كمان تقول يعني. لي ديكتاتور ديكتاتور ليه؟ علشان هو راجل منضبط، عشان هو راجل بيدينا فلوسنا، علشان هو راجل ما يخليش منتج ياكل حقنا. انا شغاله معاه 7 أجزاء ونيس، عمري ما اتاخرت قرش. ينده مدير انتاج يقول له يقول له والله بسرعه، مش اشاره كده. ما ده وقبل ما نبتدي، وبعدين حنيته علينا في الاستوديو، وبعدين العبقريه بتاعته يدور لك على حاجه، واحنا ما نحبش نقول حاجه من غيره. ليه؟ لانه بيدور لنا برضه على الجمله الحلوه نقولها، ما نبوظلوش بقى ونهرج، لا ما بيحبش هو ده. وما دام تعرفي مواعيده وتعرفي ملتزم قد ايه، لازم تشكري ربنا. احنا عايزين 20 محمد صبحي. صح. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. قلت في البداية ان حضرتك صاحبة تاريخ طويل في مجال السينما والمسرح والتلفزيون. المسرح اكتر من 30 مسرحية، بداية من اعمال اسماعيل ياسين، نهاية 22 رواية لاسماعيل ياسين والله. 22 رواية للنجم اسماعيل ياسين. واخر حاجة عملتيها كانت ايضا مع النجم محمد صبحي. ونيس. ونيس عملناها على المسرح. أنا عارفة إن أنت بتحملي في ذكرياتك يمكن ذكريات كبيرة جدا لكثير من النجوم. نبتدي بمين تحبي؟ بالست العظيمة مريم منيب.
انا عارفه ان النجمه ماري منيب هي اللي علمتك المثل والاخلاق، ومن ضمن اشهر كلماتها ليكي حطي لسانك في بقك تعيشي مستوره. تعيشي مستوره. ده كلمه مقوله هايله والله يا مدام ناديه. لحد دلوقتي والله الكلام ده من 40 سنه لحد دلوقتي انا عايشه كده. يقولوا فلانه ضربت فلانه وانت قاعده في المكياج، اقول لهم ما سمعتش، ما شفتش، مش عشت مستوره فعلا ان بقي ده ما يتكلمش الا الكلمه المهمه. لكن انا ولا اتدخل في ده ولا ده ولا ده، لان كان حصل موقف كده وقاعدين واتنين. ده في بدايه عملك؟ كنت لسه بتمرن في الريحاني. ده كنت لسه تلميذه، وجابت لي الله يرحمها مدام جمالات زيد كانت قريبتي، جابوني اتمرن يعني وادوني 10 جنيه في الشهر. فانا لقيت اتنين كده زعلوا بعض قوي، فجه استاذ بديع خير الله يرحمه وقال مين اللي ابتدى قلت له دي. وانا يا عيني هبله شرقاويه عبيطه كده، اما هي قاعده جنبي راحت قرصاني كده، قلت لي حد سحبت من لسانك؟ قلت لها مش انا. بعد ما خلص الموضوع قالت لي ليه هتكملي في الوسط؟ اوعي بقك ده يتكلم ولا انت مالك؟ هو حد سالك؟ حتى لو سالوكي ما شفتش. هتعيشي مستوره يا نادي انك تصوني لسانك، وبعدين يقول لك فلانه مش مشيت ما شفتش، حد يتكلم قدامك ما سمعتش، ما تبلغيش. عشت لحد النهارده انا عايشه كده، عمر ما حد في الوسط قال ناديه قالت ولا اسمع حاجه ابلغها ولا حد اشوفه، انا ماليش دعوه. عشان كده محبوبه من الكل يا مدام ناديه. الله يخليك. الاستاذ محمد صبحي يقول لي ناديه دي معانا ومش معانا. معانا في فنها وبتاع، انما ساعه ما يقول ايه طب يا جماعه هنعمل بقى بكره ايه سهره في بيتي ويعزمنا ويجيب لنا اكل ويعمل لنا كل حاجه، ما يلاقينيش. يقول لي ما انا عارف انك حاطط رامي. يقول انت معانا ومش معانا يا ناديه. لا معاه بفني وبانضباطي وياه، وانا على فكره منضبطه قوي. لان اللي علمني الانضباط الاستاذ محمود المليجي. ده كان اما اشتغلت بقى في اسماعيل ياسين اروح مواعيدي معاه تاريخ هو كمان. الاقيه واقف قاعد على باب المسرح في الصيف بالكرسي كده، وانا بيتي قدام المسرح، اخدها جري واروح داخله اقول له مساء الخير يا استاذ. يقول لي مش عاوز. بقول لحضرتك مساء الخير. يقول لي لما تتعلمي المواعيد الكويسه. اقول له الله طب ما انا بخش 9:30 دلوقتي الساعه 9. يقول لي لا، في قدسيه المسرح 8 تكوني هنا وتعيشي قدسيه المسرح علشان تحسي دورك بتعمليه ازاي وتعيشي الدور اللي انت هتعمليه. فضل ورايا لحد انا بقيت اخش المسرح قبليه واقعد له على الكرسي بتاعه ويقول لي مساء الخير يا ناديه. اقول له مش عايزه عشان اضحكه يعني. يروح بايسني ويقول لي ايوه كده، ده شاهد على ورقه جوازي. هو واسماعيل ياسين الله يرحمه. الله يرحمهم. والله. كلمة شرقاوية عبيطة انت ذكرتيها من شوية، فاكرة مين اللي كان بيقولها لك؟ هنرجع نفتكرها مع بعض، بس ايه رأيك ناخد هذا المشهد من يوميات ونيس ونرجع مرة تانية ننتظر كل مشاهدينا داخل استوديو 7 على الهواء مباشرة. ايه يا خليل؟ هم العيال في الشارع دول عندي ستهم، انا مش عارفة ما عملناش عيد ميلاد وائل هنا ليه؟ ودي عمارة يتعمل فيها عيد ميلاد؟ كفايه جيراننا ما شاء الله عليهم يقلبوا لنا البيت، ده كفايه علينا ونيس وولاده يغور بيهم. ايوه حاضر. مساء الخير يا استاذ خليل. اهلا استاذ ونيس، والله كنا في سيرتك دلوقتي. اسمح لي ادخل دقيقتين؟ طب لما انت دخلت. خير يا استاذ ونيس. فين ابنك وائل؟ معرفش مش موجود. عايزه في تحقيق بسيط، قصدي استفسار. عندي سته بيعمل عيد ميلاده. عند سته بيعمل عيد ميلاده. خلي بالك من كلامك يا خليل، دي مسألة حياة وموت. يا ساتر يا رب. استاذ خليل، هل ابنكم وائل كان يعرف امبارح ان عيد ميلاده النهارده؟ طب وده اهميته ايه؟ شرف الدين ابني قابله امبارح على السلم الساعة 12:03 قال له كل سنة وانت طيب واداله صحبة ورد. دبل ورميناه في الزبالة. خسارة. الدليل الوحيد اختفى. استاذ ونيس، احنا مش فاهمين، ارجوك تفهمنا بسرعة علشان احنا مستعجلين. اصل ابني شرف الدين اتهم ظلما في جريمة قتل. يا لهوي، الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ ونيس؟ قتل مين؟ للأسف
ازهق روح 9 وردات امه كانت شارياهم في اثار زرع. طب واحنا مالنا من الموضوع ده؟ هي دي مهمتي. عايز اعرف اذا كان شرف الدين قطع الورد مع سبق الاصرار والترصد ولا هو كان مقطوع من الاصل. بذمتك ده كلام برضه يا استاذ ونيس؟ اذا كنتوا انتوا اللي جوه الشقه ما تعرفوش، احنا هنعرف منين؟ من فضلك يا مدام. استاذ خليل، استاذ خليل، انت شفت الورد بنفسك؟ حاول تفتكر، انا هساعدك. ايوه شفته في ايد وائل. شفت الورد؟ ايوه. طيب ما لاحظتش ان الورد ده مقطوع ازاي؟ يعني مقطوع بالليل والدنيا ضلمه ولا مقطوع بالنهار والدنيا نور؟ والحقيقه كان باين عليه مقطوع الظهريه. انت بتهزر يا خليل؟ امال اتجنن؟ الكلام اللي بيقوله الاستاذ ده يخش دماغ واحد عاقل؟ يا استاذ خليل ارجوك ركز في اسئلتي وشوف اللي بترمي ما وراء الاسئله. استاذ خليل، اقصد انت لما شفت الورد مقطوع وانت قلت بنفسك انك شفته، القطعه نفسها، القطعيه، قطعه الورده، هل مقطوعه بآلة حاده؟ سكينه، موس، مقص؟ ورجعنا مرة تانية كل مشاهدينا على الهواء مباشرة مع الفنانة نادية عزت، وكنت بتكلميني في موضوع مهم جدا لازم نقول للسادة المشاهدين. هي إنسانية النجم الكبير محمد صبحي، بالإضافة لوطنيته، بالإضافة لاهتمامه الكبير. هو النهاردة بيحتفل بعيد ميلاد، طبعا كلنا وكقصة البرنامج بنقول له كل سنة وهو طيب، لكن حواديته وحكاياته كتيرة جدا ما بنقدرش ننكرها. ويمكن الفنانة نادية عزت عايزة تقول كمان على موضوع مهم جدا. اتفضلي مدام نادية قولي الموضوع ده. هو النهارده تم 26 سنة على فكرة. أستاذ محمد صبحي ده أنا ما برضاش أقول له يا محمد، من أستاذيته الحقيقة وأموريته وحنيته. عارفة سمع إن أنا عاملة ثورة، أصل أنا على فكرة كده برضه ثورجية في حاجات هايفة على قدي يعني. النقابة، الفنانين الغلابة، فيه كتير قوي الفنانين اللي ادوا دمهم وعرقهم وفنهم مش لمصر بس، للعالم العربي كله. قاعدين ما فيش سكن ولا فيش حاجه وغلابه قوي. فانا يا عيني هو سمع انا بقول الحكايه دي، قال لي في ايه يا ناديه؟ قلت له حرام الناس دي كده، ما حتى ما فيش بيت مسنين بعد الفن اللي ادوه للعالم ده كله. جيري يا حبيب قلبي بيعمل لنا بيت في ارضه، بيعمل بيت للمسنين. قال لك حرام. كمان انا مش ناسياله الموقف بتاع فاطمه رشدي اما جري وراح دفع لها فلوس شقه وقال الفنانه دي علم من اعلام مصر يا ناس. جري حتى بعد يعني الست ما ماتت، فمره بعد بتناقش ما بقول له الشقه دي راحت فين اللي انت عملتها وجبتها لفاطمه رشدي؟ قال لي والله ما اعلم عنها حاجه خالص يا ناديه. ده محمد صبحي على فكره.